بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض عن الصحابة أجمعين. وبعد، حبيت أن أوضح للرأي العام بالنسبة للقضية القائمة الآن. بالنسبة لي أنا كفارس مناع، حبيت أوضح لكم أني أنا مستأجر من علي صالح الأحمر مالك البيت. هذا تم في 2017. كنت أنا بنستأجر عدة أماكن، لأن كان في عدوان، ما بيفرقوا ما بين شخصيات ولا مواطن، بيضربوا أطفال ونساء. تم استئجار هذا البيت كأي مستأجر، وبعدها مرت الأوقات إلى أن حصلت فتنة 2 ديسمبر. انتقل اختصاصية البيت إلى الدولة عبر الحارس القضائي، وطلبنا الاستمرار في الجلوس فيه، وتمت الموافقة، وتم نفس الاستئجار الذي كان سائد من أول. فحبيت أن أوضح لكم هذا الموضوع. يعني أنا مستغرب إيش اللي فوجئت بالتواصل الاجتماعي. واجب أن يكون فيه مثلا، لو فيه طلب يجي واحدة مثلا، إما الامرأة هذا بنت الزبيري أو أي شخص مثلا، واجب أن هذه الطلبة إما من قسم شرطة ولا من قضاء، ولا لو جاءت طلبت نقول شو اللي وثائق شو ممتلكات تروح إلى الحارس القضائي. لكن أنا مستغرب، ما عرفت إلا من الفيسبوك. يعني جاءتنا عند حمد دقثام، أخ حمد دقثام، يعني مستغرب منه. طيب إذا جاءتنا عنده اتصل بفلان الشيخ فارس، ولا يتصل ويسأل، ما هوش هكذا الطمار. أنا مستغرب من هذا ولا حصل ولا في تأكيد ولا في. طيب يا جماعة، هذا السلف والعرف منتهك إلى هذا الحد. طيب على الأقل إذا ما يتصل بي ولا يتأكد، يدي مكتوب إلى أصحاب، ويطلبنا من مشايخ من القبيلة عندنا، مشايخ أصحاب، يقول كذا كذا كذا، وهم بيردوا له. لكن الراجل هكذا مطلب ما فيش له أي أساس، ما فيش. طيب شو عيب يا أخي؟ ما هو جسر واحد، بالله جسر واحد يجي يطلب. تخيل الموقف جاء عندي عند حمد دقثام، هل أنا لا أجسر؟ هل أنا لا أقدر مثل هذا؟ لا اتصل له وقل في كذا كذا، وإذا هي غاوية إذا قلنا روحي، ما هو ضمري على الناس بدون أساس قانوني، عبه شرع بيحكم الناس، عبه دولة وبه عرف وبه سلف وبه عرف وبه قانون، مع الناس في غابة هكذا الضمار. فحبيت بالنسبة الوضعية الذي حصلت، ولكن بالرغم من إقدام الأخ حمد علينا وانتهاك تطورت الأمور، أقدموا إلى صنعاء، إلى عند الشايب. بعدين كلموني بالنسبة لي أنا، قالوا قد حولوها إلى لجنة مكلفة من مكتب السيد. قلنا لا وسهلا، أعطيتهم أعطيت لهم كل الطلبات التي كلموني عنها، وفوجئنا بإقدامه ب15 أشخاص عند البيت، ينتهك حرمات البيت. أنا مستغرب، ما فيش أي مبرر، مالش داري إيش هذا التهجم. يعني كيف إنه يطرح علقة السلف والعرف والقبيلة عرضة وتكذيب وافتراءات. طيب عاد بكرة بيتضح شيء، ويتضح انه ما هو شيء من كل هذا الادعاءات، او كل ما بيقول ان الناس نهبوا وان الناس كذا وان الناس. يا اخي بكرة بيجي الموضوع واتضح انه كل هذا الكلام كذب. ما هو عيب؟ يا لو ما بالنسبة للشيخ حمد، يا لو ما كيف تتجرأ على قبيلة تطلبه ما بشي لها اساس قانوني؟ ما هي عيب؟ فعلى كل حال، واحتراما وامتدادا للقضية التي حصلت والعيوب التي جاءت علينا واعتداءاته وانتهاكاته وتشويهه للسمعة، حصل بعدها توقف عند الدولة. ومن ضمن جراءته في اتهاماته اني انا اتيت اليه الى السجن، انا هددته. يا اخي عيب، انا والله ما قدرت. حمد دقثام ما اعرفه عمري، الحمد لله لا الحين ما اعرفه ولا قد شفته لما يرونيه في التواصل الاجتماعي.
ويعني طيب يا أخي، ما هو عيب إنك تتكلم إن الناس نجيت لك للسجن وتهددتك يعني هذا ما هي يعني من شيم. نقول لنا عندك إيمان وبه إيمان، يبدو لنا ما بش جانب إيماني على أساس يقول عيب الكذب. طيب يا أخي، قيم وشيم القبيلة وكرامة. عادك ترجع إلى قبيلة ذو حسين وذو حسين من دهم، قبائل عريقة يمنية بيننا احنا وياهم تعاون وتحالف وتعاون أشياء كثيرة جدا تفوق هذا الأشياء البسيطة. لا أعلم يعني ما نشداري، يعني يبدو في جنان يعني في تقدير الموقف. وبالرغم من هذا عندما تطورت الأمور وكذلك تقديرا واحتراما للقبل من أجل أن يكون كل قبيلة دهم وكل القبائل الذي هو مثلا من الأخ حمد، يعني قمنا باسم استحاروا باسمي، قدمنا سيارة تصفية عند بنينو، قلنا هذا يصفينا فيما لنا من حق وعلينا من حق، احترام الأسلاف والأعراف وكذا، بالرغم من اعتداءات وانتهاكات الحرمات البيوت وكذلك التشويه. قمنا وقدمنا سيارة وقلنا لهم هذا عندكم تصفية فيما قد يطلب مننا أو أي حق يطلع عندنا، وكذلك فيما لنا من حقوق. هو يقدم سيارة أيضا عندهم، يعني ولينا وحكمنا قبيلته. فالوضع يا جماعة أنا أدعو بالنسبة أولا للقبل، أرجوكم يعني خلوا لها حرمات، ما تصبح القبيلة والسلب والعرف سلعة في عمليات التواصل الاجتماعي. السلف والعرف مبني على قواعد وأمر معروف ونهي عن المنكر، تحكم الشرع ويحكم السلاف وأعراف وقيم ومروءة. وهو هكذا من جاء طبط على. أنا يعني أدعو كل القبائل أن لا تتفاعل مع أي إنسان يقفز بدون أي مستند أو أي حق. ولا يجب أن تكون القبيلة يعني نزل من قيمتها إلى هذا الحد الذي بنا. تنزيل قيمة القبيلة يا عيبة، مش بهذا. خليها سلعة تتبادل بها وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أتمنى أن يتفهموا كل القبل اليمنية هذا الموضوع، وأن يتعاملوا مع الموضوع بواقعية، وأن يوقفوا هذا المهزلة. هذا ما يصلحش، ما يجوز أمام الله. هذا ما حبيت أن أوضحه. بالنسبة هذا المرأة بنت الزبيدي، لو كان وتجي تطلب من قسم شرطة ولا من قضاء ولا يقولون احنا كذا، لو جاي ونحن لا عندي وقالت هذا بيت ولا هذا بتدعي ملكيتها، ونقول لها ادي وثائقش ودي ممتلكات بيتش هذا، وروحي تحاسب زي ما الآخرين. ايش اللي حاصل؟ يعني هذا جنان اللي بيحصل ما هوش طبيعي. فعلى الرأي العام أتمنى الرأي العام يفهم هذا الموضوع بعقلانية، وأن يحافظوا على السلف وعرف القبل المتعارف بها بالتعامل ما بين القبل. والمتسرعين والمتهورين يجب أن لا يأخذ في أهمية لمثل هذا الأشياء. وإحنا في ظل إطار دولة ونظام وقانون ومظلة، نحمد الله ونشكره. معانا قائد أنعم الله على اليمن به نعمة كبيرة، لا يسمح لأحد يشل حق حد، أنا أو غيري يشل حق حد، ما غير مسموح. وهو أيضا ما هوش مسموح. يا حمد، أنت في ظل قيادة حكيمة مؤمنة تقية، باش تصب حق أي مواطن سواء مني أو منك. ما هو يعني التقفاز هذا غير مرفوض أصلا. فالحمد لله على كل حال، ونسأل الله أن يحفظ قائدنا وقائد مسيرتنا وقائد للشعب اليمني بكله. نحمد الله على هذه القيادة التي هي تقية مؤمنة تقود البلاد إلى بر الأمان من الاستبداد والاستعمار، وبيخرج اليمن من محل موجود كان احنا في سنين
أكثر من مئات السنين. فالحمد لله على كل حال. حبيت أنا أوضح للرأي العام هذا الشيء، ونتمنى أن يستقبل بوضوح وأهمية. هذا ما حبيت إيضاحه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ردا مني أنا حمد بن فطغم الحزمي على رسالة الأخ فارس مناع السحاري الذي رأيتها اليوم بفيديو. أقول لك أنا البند الأول: لم تأتيني ميرة صدام حسين تقص رائد شعرها إلا عليك، ومستغيثة منك أنت يا فارس مناع. والفيديو المسجل عند وصولها وقص شعر رأسها عندي في بيتي دليل على ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني: كان معي اجتماع لأبناء قبائل دهم في بيتي، فاتصلوا بمشايخ وقيادات من قبل الحوثيين، وأنا عندي حسن ظن وأحسنت فيهم ظنا، ولكنهم خابوا ونقضوا عهود الله سبحانه وتعالى ولا علي منهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذهبت إلى صنعاء، وكان نزولي باتصال من عند الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف للغداء، وأكرمنا وبيض الله وجهه، وطرحت فصائل الشعر في جيبه، مع أنه كانت لديه رحلة علاجية وتعب ولا ألومه. وبعد هذا الأمر التقينا بمكتب السيد الذي هو عبد الله خاطر، ومندوب رئيس هيئة الأركان الذي هو أبو فارس الحمدي، واتفقنا على لجنة أنا أكون من ضمن أعضاء اللجنة الكبيرة للبحث عن ميرة صدام حسين وعن قضيتها ومظلومياتها وجنسياتها وكل الأمور بإكمال آلياتها. وقبل نبدأ كلموني وقالوا لقى مع أبو علي الحاكم، ولقينا أبو علي الحاكم، والشاهد في ذلك أني وجدت عنده الشيخ حنين قطينة، وهو من آثق الرجال وشيخ محافظة المحويت، والأخ أبو يحيى المراني محافظة الجوف سابقا. ولأن أموري واضحة وضوح الشمس، أنا صاحب نقع، صاحب صدق، أبوي جدي أهلي، والدليل في الشارع الآن. نحن ما نكذب. وسامحك الله، ردي لك سامحك الله. الأمر الآخر: فتحدثنا مع أبو علي الحاكم، وإذا به يقول كلام لا يليق به أنه موظف دولة، يتكلم بكلام، إلا أنه يقول أنا بحضر لكم الحارس القضائي الذي أنت قلته الآن بنفسك في الفيديو، وأنتظرت الحارس القضائي لموعدنا غدا العصر، ثم مر اليوم الثاني، ثم مر اليوم الثالث، ما جاء الحارس القضائي الذي هو يتولى عقار الدولة. منين جاء فارس مناع هذا البيت؟ منين جاءت؟ أنا جلست أنا 11 يوما في صنعاء، وإذا بهم يقولوا الحارس القضائي مشغول ومريض، يعني من تضليل والكلب حقكم الذي موجود عندكم. أما إنك تقول إني ما أبلغتك، فأنا أكثر من 22 شيخ الذي يتوسطوا بيني وبينك وخليتهم يتصلوا بك، ومن ضمنهم الشيخ المعروف صالح مجخر بن شاقع الوايلي، وهو الذي اتصل بي، ما اتصلت به. قال أنا اتصل بفارس مناع ويبغي يلتقي بك، وبكرة بأعد لأن في قطر العيال عندك في صنعاء، والتقيت بفارس مناع. قلت أنا أبحث الفارس مناع، اتصلت أنا بعبد الكريم مناع وهو موجود، اتصلت بمشايخ أصحاب، أديت رسالة القبائل خولان أهتفهم بالمنع موجودة، واللحم والدم والعرض والشيم والقيام، تردوا لي فارس مناع. وبعدها أبو علي الحاكم قال له أنت يا فطغم كل الناس قد خضعوا للمسيرة إلا أنت. قلت أنا لا أخضع إلا لله، وهو كلام صدق. أهلنا ما رهنوا يوم دولة الإمام، أنت وأبو علي الحاكم حقك لا. وإذا بالقضية أتفاجأ بسجني من قبلك ومن قبل أبو علي الحاكم وعلي حسين الحوثي. أنتم اللي جيتوني، أما المجي فأنتم اللي جيتوني، وأنتم أهل القضية، وستتضح الأمور كلها. بالنسبة للمرأة تعلنون أنتم كالكذابين والمروجين بأنها بنت الزبيري. يا أخي جاءتني إلى بيتي وقصت وراية شعرها مثل ما جاءتني تصل إلى عندي، ومن هي بنته أنا بأسلمها بجوائز وإكرام من قبائل اليمن إلى عنده، كائنا من كان، كائن من الجن ولا الإنس.
وبعد ما تسلم هذه المرأة وترفع مطارح اليمن الذي وفودهم اليوم إلى 8000، سمعت؟ لأنكم أصبحتوا قيادة الذي ماخذه وهاتك عرض ميرا صدام حسين، قيادة قبلية فارس مناع، وقيادة حكومية أبو علي الحاكم وعلي حسين بدر الدين الحوثي. القضية يتحملها عبد الملك الحوثي. أنتم أصبحتوا حجر عثرة على عبد الملك. أنتم أصبحتم ممن ما ينقض حكمه بالراحة. ليش؟ لأنه صبر على فئات ظالمة خبيثة أكلت أموال الناس. وعندما تسلم هذه المرأة وترتفع مطارح الكرامة بكرامة، واعتبرها ما بقى ترتفع المطارح، وقولها لسيدك عبد الملك، وقولها للكبير والصغير منكم إلا بميرا صدام حسين. وإذا لم ترتفع أقسم بالله العظيم لأغلبها حرب أهلية، مع أنكم الآن قد تكون في قتال داخل الآن من أجل القضية. أما قبائل اليمن فهم قد صدروا التاريخ، هم أكبر منك وأكبر من أبو علي الحاكم وأكبر من علي حسين وأكبر من دولة الحوثي بكل وسائلها. دولة عريقة لا ممكن أن تهون في أسلافها ولا في أعرافها ولا في مبادئها. فعندما تسلم ميرا صدام حسين وتعطى حقوقها وتصل إلى مطرح الكرامة، فأنا مشهد الله وهذا ينقبض الصوت علي، إني مشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنا ومشايخ اليمن المتواجدين إن أحط لك 100 آلي فوق شيخ مراغة من أكبر مراغ اليمن نرتضيه، إلك حقوق من سبب القبيلة، خياب عليك، خذها على العين والرأس، الصوايب تصيب، وإن الحقوق عندك تعطيها وأنت ليس راضي. أنا لم أزوغ من الطرق ولا من السنن، وقبل أني أطرح مطرح الريان أظهرت بظواهر من السوق أني طالبا الحقوق من إسحار وارث مناع، وموجودة بالتاريخ، وطرحت سيارة عند بن شطيف، واليوم تحط عند الحوثيين اللي من بني نوف ربعك مثل هذاك اللي يقول أين شاهدك يا فلان، أين شاهدك يا فلان، يسألوا الثعل قال الذيل حقي شاهدي. هذا ما ينفعش. فعندما تخلص القضية أبشر بالحقوق. بالنسبة إن أصبحت بنت أرحب، فالحقوق عند فارس الحباري لك. إذا أصبحت بنت أرحب لأنها هي اللي سهرت بك وهي بنت أرحب، أنا ما أعرفك، وقصت شعر راسها مستغيثة منك أنت يا فارس مناع، أنا ما أعرفك حتى أني أروح أطالبك، ما بيني وياك شيء. وإن أصبحت بنت صدام حسين فقدك بحقك حتى أن تسجن وتعلق، أكبر من قضية الحكم. فأنا مندلي في السنن والصوائب والطرق القبلية والأسلاف والأعراف والمبادئ في أيدي مشايخ اليمن المتواجدين، ومشهد الله بعد تسليم المرأة إن كانت بنت صدام أو غير بنت صدام، مثل ما دخلت بيتي سالمة غانمة ضروري أن تخرج سالمة غانمة وتعلن للناس، وإلا فهذا شيء أنقده في أمر الله، في أمر الله. ممكن تخاض الحروب لا يعلم بها إلا الله. تحياتي للجميع، أخوكم محمد بن راشد فاطغم الحزمي من مطارح الكرامة منطقة الريان.